الرجال قوامون على النساء. القوامة تعني أن الرجل مكلف بتوفير الحماية والرعاية والإنفاق، وهي مسؤولية تتطلب منه الحكمة والعدل والرحمة، وليس التسلط أو التحكم. فالمرأة لها كرامتها وحقوقها، والرجل لا يفرض عليه القوامة كميزة، بل كواجب عليه القيام به لتحقيق توازن الأسرة واستقرارها. فالقوة الحقيقية تكمن في الرحمة والعدل، لا في السيطرة والتسلط. وقد قال الله الرجال وليس الذكور، في إشارة إلى أن القوامة تتطلب نضج الرجل وعقله وحكمته، لا مجرد صفة الذكورة. فالرجولة مقام أعظم من الذكورة، ولها شروطها ومسؤولياتها.